تعالوا بقى نبدأ ونفهم أكتر الاف. يعني أنا هنا عملت معادلة جديدة أو حاجة جديدة، إن أنا ممكن إزاي أدخل الاف على الاف على اف تانية وبالتفاصيل اللي احنا شايفينها. ممكن طبعا تعمل الكلام دوت في الكتابات زي ما احنا شايفين تحت، ان الاول ويتس بقى كذا اكتب كذا، لو الويتس ما كانش كذا اكتب كذا، ولو الويتس كذا يبقى اكتب كذا، ولو الويتس. فالحاجات دي ممكن تفرق معاك مثلا. يعني مين لي الفكره اللي حاضره في بالي ان احنا الحاجات دي ممكن ندخلها معانا في الكلاشز، في انك انت تبقى عامل حاجه تكتشف فيها الكلاشز وتكتب لك بعض التفاصيل. مين ممكن تبقى في حصر الكميات، عايز مثلا ده لما ده يبقى كده يكتب كذا، لما يحصل تعديل في الكومبوننت دي بالشكل ده يبقى لازم تكتب لي كذا، بحيث ان انا اخدها معايا قدام في البارامتر بتاعي. فتعالوا كده نشيل الكلام ده ونفهم انا عايز اعمل ايه. انا كل الفكرة ان انا ممكن اقول لك اف وافتح قوس واقول لك لينس، اهم حاجة بس ال كابيتال لينس، وعايز اقول لك ان لو اللينس اصغر من 500، اللينس اصغر من 500 اكتب في الويتس 400. تمام. طيب مش يعني ده كده. طب لو فولس مش هكتب بقى الفولس، هخش على كيس تاني واحط الكوما واقول له اف، يعني اهو حطيت الكوما واقول له اف وافتح القوس واقول له الاف. برضو ممكن ناخد نفس اللينس كده، اصلا ده احنا ما كتبناش لينس. ماشي، نشيلها بس ونعدلها نخليها ال كابيتال، ونفس الكلام هنا ال كابيتال. وهنقول له برضو لو اقل من اللينس، لو اقل من 700 اكتب ايه؟ اكتب 500 في الويتس، اكتب في الويتس 500. طيب كوما تاني، هنقول له كيس تانية اهي، ناخد دي زي ما هي كده اهي، كنترول سي كنترول في. لو اللينس اقل من 1000 اكتب لي 900 او اكتب لي 800 ايا كان. حلو، قفلت. كم معادله؟ 1 2 3، يبقى 3 اقواس. تقول لي اوكي، يقول لك لا مش هينفع، يقول لك انت كتبت الترو، لو ده بقى كذا، لو ده بقى كذا، لو ده بقى كذا. طب لو باظت بقى خالص، لو انت بقى مثلا كتبت اللينس 400 اكتب ايه؟ ما هو انت ايه اللي اقل؟ لو انت مخلي اللينس، يعني اللينس اقل من 1000، لو انت اللينس بتاعك 2000 اكتب ايه؟ يعني انت لو اقل من 1000 اكتب كذا، لو اقل من 700 اكتب كذا. طب لو هو اصلا اعلى من القيم دي اكتب ايه؟ انا ايه بقى في الويتس؟ هي دي بقى الايه؟ هي دي اللي هو بيدور عليها، او هي دي المشكله. فهتقول له لو حصلت بقى ان كل الكونديشن بتاعتي دي ما ظبطتش، هتكتبها انت 1000، تكتب ان الويتس 1000. تعالى بقى نبص ابلاي. طيب دي كام دلوقتي؟ طبعا بره طبعا بتتعدل اوتوماتيك، يعني اول ما تعمل كده دي اللينس انت كاتبه 800، انهي كونديشن؟ الكونديشن اقل من 1000، ال 800 اقل من 1000، لكن اللينس دلوقتي مش اقل من 700 ولا اللينس اقل من 500، هو الكونديشن ان اللينس اقل دلوقتي من 1000، فراح كتب لك ان ايه؟ 900. طيب لو دي 2000 لازم يكتب لك اي 1000 اللي هي كانت الفولس بقى، لو مفيش اي شرط انطبق هو عليه. طيب لو دي 700 اهي، هيكتب لك ايه؟ هيكتب لك ان دي 900 زي ما انت شايف كده. وبكده يبقى انت فهمت الفكرة. يعني لما دي كانت 700 اقل من 700 في حاجة مش صح. ما هو اقل من، يعني خلي دي 600 اهي كده اقل من 1000. فاول ما قلت له اللينس اقل من 700 كتب كام؟ كتب 500. وبكده انت بقى ممكن تعمل الكلام ده في التكست. يعني لو كتب كذا في الحاجة دي اكتب كذا، لو كتب كذا اكتب كذا، لو علمت صح على دي اعمل كذا، لو عملت كذا اعمل. فممكن تفكر فيها في اكتر من بارامتر، هتلاقيها مفيدة جدا ليك في الشغل. تعالوا بقى في الفيديو اللي جاي كده، دي قاعدة اف. عندنا لسه النوت والاور والاند، فتعالوا نشوفهم
برضو دول هيشتغلوا معانا ازاي.